أهلا بيكم في طاولة الإمبراطور، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. عايزك تحط شخص في بالك وأقولك نواياه ومشاعره وخطواته وهل في رجوع وبيفكر فيك ازاي. بس قبل ما أقولك ونبدأ الفيديو، اشتركوا في القناة وادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. وخدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. القراءة دي هتكون للمنفصلين والمرتبطين. أنا شايف إن طاقة الناس اللي بتسمع القراءة دلوقتي إن طاقتكم فيها زعل جدا والوضع معاكم مش كويس. الطاقة دي مش هتنطبق على كل الناس، هتنطبق على البعض منكم. بس مبدئيا هنا أنا شايف إن في زعل، في مشاكل حصلت، أو في بعض الأمور اللي حصلت اللي مأثرة عليكم بشكل ما سلبي. أنا شايف إن البعض منكم خدتوا قرارات إنكم تقطعوا مع بعض الأشخاص، أو في تفريق، أو حاجة حصلت زي ما نقول كده حسد أو شيء كبير حصل أثر على طاقتك بشكل كبير جدا الفترة الأخيرة دي. وكمان أنا شايف إن انتوا بدأتوا تبصوا شوية لوضعكم المادي، أو بدأتوا تفكروا في وضعكم المادي وإزاي تستقروا ماديا. أنا شايف إن انتوا بدأتوا تسعوا لفكرة الاستقرار المادي، لكن الوضع معاكم ملخبط شوية. بس أنا شايف إن طاقتكم مش عجباني، لأن طاقتكم إلى حد ما فيها زعل وطاقة سلبية كبيرة جدا. طب طاقة الشخص اللي في بالك إيه؟ بالنسبة لطاقة الشخص اللي في بالك هنا، أنا شايف إن في حاجة تخص طرف تالت أو حاجة زي كده شغلاه قوي. وكمان أنا شايف إن في طاقة الشخص ده ممكن نقول إن هو بيميل لبداية جديدة معاك، وإنه عايز يبدأ معاك بداية جديدة. وأنا شايف إن هو بدأ يبقى عايز إن هو يتواصل معاك ويبقى فيه أخد وعطا معاك في العلاقة أو في الكلام ما بينكم خلال الفترة اللي جاية. طب هل العلاقة دي كويسة؟ أنا شايف إن طاقة العلاقة دي كويسة، بس فيها نوعا ما من أنواع النرجسية شوية. الشخص ده فيه أنواع نرجسية شوية، إن هو شخص نرجسي شوية، إن هو يعني بيحب نفسه. طب نوايا الشخص ده اتجاهك إيه؟ أنا شايف إن نوايا الشخص ده اتجاهك فكرة البداية الجديدة، لكن ممكن تكون بشروط. يعني مثلا أنا ما عنديش مشكلة إن أبدأ معاك صفحة جديدة، بس هتبقى بشروط لازم تنفذها. فأنا شايف إن في نوايا شوية شروط في نوايا هنا. كمان أنا شايف إن الشخص ده معقد شوية. الشخص ده مش من الناس الواضحة، ممكن يكون غامض. الشخص ده صعب وممكن يكون صعب أوي كمان، لأن في نوايا هنا في بعض الزعل هنا مأثر بشكل كبير. والزعل ده مخلي الوضع إلى حد ما شوية كويس وشوية لأ. وشايف كمان إن هو ممكن يقدم لكم عرض بإذن الله خلال الفترة اللي جاية، لكن برضو زي ما يكون الشخص ده لسه شايل من جواه ناحيتكم. يعني الشخص ده من النوع اللي بيفضل فاكر اللي حصل ما بينكم من مشاكل أو خلافات. أو خلافات بالنسبة لخطواته أو اتجاهك هنا، أنا شايف إن الشخص ده هيبدأ يميل للاستقرار معاك وإنه يستقر معاك وتبقوا قريبين من بعض مرة تانية. طب هل خطواته هنا كويسة؟ أنا شايف إن خطواته هنا كويسة جدا ما بينكم ليكم. أنا شايف إن في حاجة هنا بتبسطكم في خطوات الشخص ده، وفيها حاجات بتخلي الوضع أحسن. أنا شايف كمان من ضمن خطواته إن هو ممكن يعتمد شوية على فكرة الحظ. يعني هل الأمور هتستقر لوحدها ولا لازم أسعى عشانها؟ طب أنا شايف إن خطواته كويسة، لأن أنا شايف إن هو بيفكر فيك بشكل كبير جدا. وفكرة إن انتوا بتعملوا تخاطر عشان ياخد خطوة اتجاهك، دي فكرة كويسة جدا هتخلي الأمور تبقى أحسن بإذن الله. أنا شايف كمان في خطواته هنا ممكن نقول إن هو شوية متسرع وشوية بيبقى كويس. ليه هنا؟ لأن أنا شايف إن هو مش واضح، شخص مش واضح. وخطواته فيها فكرة الاستقرار زي ما قلت لكم، وإن هو هيحاول ينبسط معاكم وهيبقى فيه فرحة متبادلة ما بينكم. لكن في نفس الوقت الشخص ده يعني مش واضح أوي في معظم الوقت، وفي نفس الوقت بيفكر كتير قبل ما بياخد أي خطوة اتجاهك. طب بالنسبة لمشاعره الحقيقية اتجاهك إيه؟ أنا شايف بالنسبة لمشاعره الحقيقية إن الشخص ده متعلق بيك ومتعلق بيك جدا كمان. على فكرة في طاقة تعلق حلوة جدا موجودة هنا. لكن أنا شايف إن برضو إن الزعل ده في مشاعره واخد تأثير قوي جدا في حياته. أنا شايف إن تأثير الزعل ليه مكانة كبيرة أوي، والزعل اللي هيحصل ده
والزعل اللي حصل ده مخلّيه برضه إلى حدٍ ما في مشاعره إن هو عايز يبدأ معاك مرحلة جديدة وصفحة جديدة، ياخدك وتسافروا مثلًا أو تنتقلوا من مكان لمكان أنت فيه هنا لمكان تاني أو لمكان أفضل بكتير. لكن ممكن نقول إن الزعل ده مسيطر في العلاقة بشكل كبير جدًا، عشان كده أنا قُلت لكم في بداية القراءة، القراءة دي للناس مخصوصة فقط أو لناس خاصة. ليه؟ لأن العلاقة دي أنا شايف إن الزعل فيها واخد جنب كبير أوي معايا هنا، لكن في نفس الوقت يعني في مشاعره بتقوله إن الشخص ده بيحسّك بتكلّمه وبيحس كمان إن أنت ليك مكانة كبيرة في قلبه، ويشوفك كمان إن أنت هنا مسيطر على قلبه بشكل كبير جدًا، لكن الزعل ده مش عاجبني خالص في علاقتكم. طب هل الزعل ده هينتهي؟ الإجابة هنا نعم، الزعل هنا بينتهي بس بيحتاج منّك بعض الجهد. آآ معنى الجهد هنا إن أنت تقول نعم وحاضر كتير، ساعتها بالفعل الزعل ده بينتهي، وبتبدأ بداية جديدة سعيدة مع بعض، وبيبدأ في حب متبادل والوضع بيكون رومانسي ما بينكم أكتر، وبيبقى في أخد وعطا في العلاقة بشكل إيجابي وبشكل مميز بإذن الله، وده بيخلي وضعكم أفضل بكتير، وكمان أنا شايف إن هو هيكون رومانسي معاك. وبتبدأ تلاقي الحب اللي انتوا افتقدتوه وبتبتدوا بداية جديدة مع بعض من تاني، بداية بشغف وبداية دي بتبقى كويسة وبتصلح الأمور ما بينكم من تاني، بل كمان بتبقى بداية رومانسية جميلة جدا. أنا شايف رومانسية جدًا إن شاء الله، والوضع بيكون أحسن ما بينكم بشكل كبير خلال الفترة اللي جاية دي. طب هل في رجوع بالنسبة للناس المنفصلة؟ بالنسبة للرجوع أنا شايف إن الشخص ده واقف مكانه بشكل كبير جدًا، لكن هو لحد الآن بيحكّم بعض الناس في فكرة الرجوع دي، يعني بيستشير بعض الناس ممكن في فكرة الرجوع دي. طب معنى كده إيه؟ معنى كده إن ممكن أكون باتكلّم مع بعض الفئات يا إمّا مع الأبراج النارية، يا إمّا من أصحاب برج الميزان. ممكن هنا يكون في مشاكل حصلت ووصلت لمحاكم أو حاجة كبيرة، والقعدات الكتيرة اللي حصلت ما بينكم دي اللي مخلّية الوضع مش كويس أوي، لكن كرجوع احتمال يبقى في رجوع كبير جدًا بالفعل، وبداية جديدة هنا كمان. بس هي هتيجي متأخر شوية، ما بتجيش بسرعة أوي بصراحة، عشان بس نبقى واضحين. في هنا رجوع، والرجوع ده ببداية جديدة وبهدية كويسة جدًا بتبسطك، وممكن كمان خروجة كويسة جدًا بتبسطك، وده بيخلّي الوضع ما بينكم أحسن بإذن الله، ويخلّي كمان فكرة العُزلة والوحدة اللي أنتم كنتم عايشين فيها دي تنتهي. طب هل هيقنعك بكلامه؟ الإجابة هنا أيوه، الشخص ده هيقنعك بكلامه، وهيحاول يصلّح الوضع معاك كمان بشكل إيجابي. معنى كده إن الأمور بتكون أحسن ما بينكم بإذن الله خلال الفترة اللي جاية، وهتكون في سعادة ما بينكم وبداية جديدة. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش إن انتوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.